السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقه بيع الدولار في المنصه الرقميه بينونس. يعني تداولت مثلا واحد المده وعندي واحد المبلغ بالدولار وبغيت نحوله للعمله المحليه اللي كنستعملوها في البلد ديالنا. مثلا حنا في المغرب عندنا الدرهم المغربي. يعني كيفاش غادي نحول الدولار للدرهم المغربي؟ شنو هي الطريقه اللي غادي نتبع باش ندير هذا التحويل؟ وخصوصا الطريقه الامنه باش ندير هذا التحويل. يعني كيف ما كنعرفوا حنا في المغرب الا درت واحد التحويل مباشر للدولار يعني الحساب ديالي غادي نتعرض للمساءله القانونيه. هادشي علاش خاصني طريقه اللي تكون امنه ونتفادى فيها هاد المشاكل هادو ديال التحويل المباشر. اذا الطريقه اللي غادي نتحدث عليها هي طريقه بيع الدولار بخاصيه بي تو بي في منصه بينونس. دونك هنا الواجهه ديال بينونس كطلع ليا ماركت الفوق. دونك غنجي البي تو بي تريدين. اول حاجه غادي نحاول انني نبدل اللغه. يعني انا ديجا كنخدم بينونس بالانجليزيه، دونك غادي نحاول انني نردها بالعربيه باش كلشي يستافد من الطريقه الصحيحه. دونك فوالا انا رديت بينونس بالعربيه. دونك هنا كيطلع ليا الشراء، انا غادي ندير بيع باش يطلعوا لي الطلبات ديال البيع. دونك هادشي اللي غادي هاد الخطوات اللي غادي نتبعهم من الاحسن انكم تتبعوهم خطوه بخطوه. يعني هنا خصنا نحددوا شنو هي العمله المحليه ديال كل واحد. يعني مثلا واحد في السعوديه غادي يحدد العمله المحليه ديالو، حنا في المغرب العمله المحليه ديالنا. دونك انا غادي ندير الماد. حاجه تانية كيطلع ليا يو اس دي تي، حداها بي تي سي، بي يو اس دي، البي ان بي. المهم انا باغا نبيع اليو اس دي تي، ما باغاش نبيع عمله تانية. لتحت كيبانوا ليا الطلبات ديال البيع، يعني كل واحد شحال باغي يبيع ديال هاد اليو اس دي تي وبشحال. يعني بحال الا شفنا كاين هاد الدحدح التجاري اللي عنده لو كونت فيريفي من بينونس باغي يبيع ب9 دراهم فاصله 66 وعنده هاد لا كونتيتي هادي اللي كتبان لينا. دونك انا الا بغيت ندير واحد العرض ديال البيع غادي نجي لهاد 3 نقاطات، غنكليكي في المزيد، عندنا نشر اعلان جديد غادي نكليك فيها. دونك هنا كيعطيوني نشر اعلان صفقه عاديه، يعني غادي ندير الصفقه ديالي انا ديال البيع ديال اليو اس دي تي. اذا هنا كتبان لي اريد الشراء، انا الصفقه غادي تكون غادي ندير صفقه بيع. اذا غادي ندير اريد البيع. حاجه ثانيه الاصل اللي هو اليو اس دي تي، يعني غادي نبيع اليو اس دي تي باستخدام الماد اللي هي الدرهم. دونك كل واحد غادي يحدد العمله المحليه ديالو. كيطلع ليا السعر الخاص بك اللي هو زعما 9.34 او 36 درهم. انا غادي نبدلها. دونك كاين عندنا اقل سعر الطلب هو 9.69. دونك انا غير على حساب هاد الصفقه حيت ديجا غادي انوليها غادي ندير 9.68. يعني هادو هما اول معلومات اللي طالبين مني في هاد المرحله الاولى. نحدد الاصل اللي هو اليو اس دي تي، نحدد النقود او العمله المحليه ديال البلد ديالي اللي هي الماض، السعر اللي باغا نبيع به يعني 9.68 غادي يكون هو سعر الدولار الواحد اللي غادي نبيع به انا. دونك من بعد ما كملت هاد المعلومات كلهم غادي ندير التالي باش ندوز للمرحله الثانيه. اذا في هاد المرحله الثانيه كيبان لي المبلغ الكلي. يعني ديجا انا عندي غير 124 دولار. دونك انا غادي نحددها باش تباع كلها. دونك غادي ندير الكل. كيطلع ليا 1208 درهم. يعني تقريبا هاد 124 دولار جاتها 1208 درهم. دونك هادشي اللي غادي ندير في حد الطلب. غادي نبيع لشخص واحد، يعني غادي ندير من 1208 درهم ل 1208 درهم. يعني غادي يتباع كل شيء لشخص واحد. وإلا بغيت نبيع بالتقسيط يمكن ليا نحدد واحد المبلغ يعني اقل من المبلغ الاجمالي اللي حددته. يعني حد الطلب يكون مثلا من 300 درهم 1208 درهم. يعني يقدر الشخص يشري 300 او اكثر. اذا هنا غادي ندير اضافه طريقه الدفع اللي غادي تمكن المشتري من انه يرسل لي النقود باش يستلم اليو اس دي تي ديالو. اذا هنا غادي ندير اضافه طريقه جديده او لا اضافه جديده ديال طريقه الدفع اللي غادي يتبعها المشتري او لا اللي بها غادي يتمكن المشتري من انه يرسل لي النقود. مثلا غادي ندير بايونير او لا باي بال او لا البنك
البنك اللي فاتح انا عنده الحساب ديالي. اذا غادي ندير اضافه طريقه الدفع باش نتمكن من انني ندخل المعلومات الشخصيه ديالي. اذا بنك ترانسفير يعني غادي ندير معلومات اللي خاصه بالحساب البنكي ديالي. اذا هنا طالبين مني الاسم الكامل ديالي ورقم الحساب والاسم ديال البنك اللي عندي فيه هذا الحساب. اذا غادي نعمر هاد المعلومات هادو. اذا هنا من بعد ما دخلت جميع المعلومات المطلوبه مني غندير تاكيد. في هذه المرحله ديال التحقق الامني مطلوب مني واحد الكود اللي غادي يوصلني عبر رساله للرقم ديالي. فوالا هو وصلني الكود. اذا غادي ندير تاكيد وهنا كتطلع لي طريقه الدفع اللي حددت يعني عن طريق سياج بنك. اذا هنا كنرجع ندير اضافه ونقوم بالتحديث باش المعلومات ديالي تافيشا. دونك هنا غادي نسيليكسيوني الطريقه اللي حددت. حاجه تانية وقت الدفع هو 15 دقيقه يعني العمليه ككل خاصها تم في 15 دقيقه. من بعد غادي ندير التالي. اذا هنا دي خانة فين نكتب بعض الملاحظات او لا الرد التلقائي. اذا انا غادي نكتب الرد التلقائي اللي غادي يوصل اي شخص دخل باش يشري من عندي يعني باش يشري من عندي اليو اس دي تي. غادي يوصلوا هاد الرساله غادي توصلوا هاد الرساله تلقائيا. اذا في هذا الرد التلقائي غادي نكتب ليه بعض المعلومات مثلا ما يتمش الذكر ديال الكلمات اللي عندهم علاقه بالعملات الرقميه في سبب ارسال هذوك النقود. يعني في السبب من الاحسن يكون يا اما اي كوميرس يعني تجاره الكترونيه او لا كريدي يعني كنتسالوا هذيك الفلوس غيصيفطها ليا عن طريق سياج بنك وصف. دونك فوالا انا خليت ليه جميع المعلومات اللي غادي يوصلوه في الرساله التلقائيه. رقم الواتساب ديالي وكنذكروا بان التعامل يكون عن طريق سياج فقط. اذا هنا من بعد ما كملت المعلومات ديال المرحله الثالثه غندير النشر. يعني غادي نقوم بالتاكيد ديال النشر ديال هذا العرض ديال البيع. النوع هو بيع. الاصل يو اس دي تي. العمله هي الماض يعني الدرهم. غادي نبيع ب9.68 يعني 8 دولار الواحد. اذا كيف شفتوا هاد الصفقه هذه انا درت 124 دولار للبيع وغادي يتم الحجز ديال هذيك 124 دولار. يعني ما غاديش نبقى كنتحكم فيها ما يمكنش ليا نتداول بها حيت عرضتها للبيع. وهنا غادي يتافيش العرض ديالي يعني صافي غنكون كملت جميع المعلومات. وهنا كيف ما قلت تافيش العرض ديالي يعني دابا يمكن لاي واحد يشري من عندي هاد 124 دولار بالطريقه اللي حددت انا وبالثمن اللي حددت انا يعني 9.68. هنا يمكن لي ندير اغلاق يعني الا بغيت نلغي هذا العرض هذا. يعني هذه هي الطريقه الصحيحه باش نقدر نبيع الدولار عن طريق منصه بينونس وعن طريق خاصيه بي تو بي. نتمنى انه الشرح يكون واضح ومفهوم. والسلام عليكم.